السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. انا عبير ودي قناتي، قناة اشهى الاكلات. وقبل ما نبدأ على اي حاجة خالص ونعمل ونخش على وصفتنا القمر دي، نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسونيش بقى يا حبايبي في تفعيل زر الجرس على الكل وطبعا اللايك يا جماعة، والله مش بيكهرب ولا اي حاجة خالص. يلا بينا ندخل على وصفتنا الحلوة دي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي قطعة خميرة كده بيرة من اللي هي البلدي بتاعتنا. دول 2 كوب لبن. انت عايزة تستبدليه بمية عادي. دي نص معلقة ملح، دي معلقة سكر صغننة، برضو معلقة خل، ودي معلقة سمنة بلدي كده كبيرة. زي ما انت شايفين كله على بعضه. هنحلي الدقيق معانا، هننخله وهنحط الدقيق على قد ما تاخد. يعني هي مفيش يعني اي مقادير ليها او اي حاجة لها، يعني مقدار او كده، على حسب اللبن، على حسب هي ما تاخد يعني السوائل بتاعتها كده. ده ايه يا عبير؟ ده دقيق سلومينا، دي بسبوسة، دقيق سميد، اللي انتوا حابين تقولوا عليه قولوا يعني. ده اللي هو الوسط، مش اللي هو الخشن قوي او الناعم قوي، ده اللي هو الوسط. شوفوا انا بدأت ان انا اضيع الدقيق كله بالمعلقة، وبعد كده اشتغل بايدي بقى. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتتكلم عن نفسها، حلوة قوي. بصوا العجينة حلوة جدا. هنسيبها طبعا ترتاح مع نفسها كده، على حسب ما هي ايه تختمر وكده. هي اختمرت اهيت. بصوا هي حلوة قوي. والله الصورة ظالمة الحاجة اللي بنعملها، والله يا جماعة يعني هي الحاجة بتبقى على الطبيعة احلى بكتير. احنا طبعا كده انا عملت الخمر منها، نزلته منها كده وضيعت الخمر منها، وبعد كده هشكلها على كورات صغننة كده. ودي جبنة شيدر وجبنة موتزاريلا. الحشو ده بقى بتاعك انت عايزة تحشي كده احشي، عايزة تحشي حاجة تانية، عايزة تحشي لحمة مفرومة، عايزة تحشي كل بصي اللي يخطر على بالك احشي انت برغبتك انت. عايزة تحطي مع الجبنة ديت وزيتون كمان حطي. انا عملتها كده واستكفيت بيها كده، واللي عايز بقى يعمل اي اضافات تانية هو يعملها. احنا جبنا الصينية بتاعتنا دهناها كده مادة دهنية الزيت بتاعها، وفردنا العجينة زي ما انتم شايفين كده. هي عبارة زي شفتوا الكايزر كده، بس طبعا دي مش كايزر، دي حاجات محطوط لها لبن حليب او حليب، يعني لبن او حليب عشان اخواتي اللي بره. وحطيت لها سمنة، يعني مش كتير بس برضو يعني حاجات تعزيز طعم كده يعني. وزي ما انتم شايفين كده عملتها زي البوجة كده. وانت بتفرديها كده، بتفرديها من على الظهر مش من على الوش، عشان الجبن اللي فيها والحاجة اللي فيها ما تطلعش لبره. ففي خطأ برضو حصل لي، لان في بعد واحدة ما قفلتهاش كويس، فمش يعني طلع منها الجبنة من جنب كده. كده اهو زي ما انتم شايفين اهي سهلة جدا، ما خدتش اي حاجة مني، ما خدتش اي وقت خالص. دي الخطوة دي كنت انا بعملها في الاول ويعني واجتنبتها. لازم نعملها ونفردها من الناحية التانية من على ظهرها. هنعمل بقى يعني هنكرر الموضوع وهنعمل الموضوع ده لغاية ما نخلص الكهارات بتاعتنا، العجين كله. كده سهلة جدا جدا. يا رب كل حاجة تكون بتوصل لكم وتكون بتعجبكم يا رب. كده ما تنسونيش في اللايك يا جماعة، لايك وشير، يا رب حد يعمل لي شير يعني ولايك كده وتفعيل زر الجرس على الكل يا جماعة. يا ريت يعني اللي يعمل اشتراك يفعل على الكل، يا ريت يعني. فضلا وليس امرا، يعني انا ما بغصبش حد يا جماعه، والله دي حاجه بتبقى اختياريه يعني، او حاجه ذوقيا كده. انت عملتي ايه يا عبير؟ جبت شويه معلقتين لبن كده مع نسكافيه،
ودهنت الوش القرصة او الفطيرة او اللي انتوا عايزين تقولوه، وبعد كده رششت عليها كده السمسم بتاعنا الجميل ده. عايزة انت تحطي حبة البركة ماشي، عايزة تسيبيها كده من غير اي حاجة خالص عادي خالص، بس انا حبيت اعملها كده قدامكم وتطلع بالشكل الجميل ده. كده هندخلها بقى ايه على الفرن، ويلا بينا. كده دخلناها على الفرن على درجة حرارة 200. اول ما تدخليها لازم تحطيها على درجة حرارة مرتفعة، وبعد كده عايزة تهدي عليها النار هدي. هي كده طلعت. اول ما بتطلع على طول بتقومي رشة عليها المية دي. لو مش عندك الازازة دي عادي بايديكي كده ورشرشي. بس بتديها والله يعني بتخليها طرية جدا. بتوع الافران الكبيرة بيعملوا كده، انا شفت كذا مرة حد بيعمل كده في اي عيش، اي قرص، اي حاجة من دي طبعا، بس القرص الناعمة لأ، اللي هي المعجنات اللي هي الطرية كده. هي تبصوا والله تحفة طعمها ما اقولكمش. انا قعدت اكل منها واحدة ورا التانية، هي واحدة لوحدها بس يعني تكفي، واحدة بس تكفي لانها مشبعة جدا. بس في اليوم ده انا اخدت 2. اخدت 2 وكنا بالليل في العشاء. من جمالها، من جمالها فعلا كانت حلوة جدا. حطوا اللايك، يلا يلا حطوا اللايك. يلا بصوا الجمال حلوة قوي. تنفع بقى ايه ديت لو ولادك رايحين مدرسة مش عايزة تعملي سندوتشات، دي تنفع جدا. عايزة تفطري بيها مع كوباية شاي بحليب، حلوة قوي. احنا كنا بنعمل كده والله، حلوة جدا. يعني بتغنيكي عن اي حاجة هتقومي تعمليها، هتاكلي تحضري اكل او اي حاجة من دي. حلوة جدا وخفيفة جدا جدا، والحاجة اللي هي اللي تحب ان انتي تاكليها يعني. بصوا هي جميلة قوي. ما تنسوش اللايك يا جماعة. بأكد عليكم في اللايك. اهيت هي كده خلصت معايا. وكده انوستي الحلوة عايزة تقول لكم باي باي. عايزة تحكي لكم على القصة اللي بتعيشها مع ماما في المطبخ. وتقول لكم الحاجة دي جميلة قوي 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 من ايد ماما. فكل حاجة بنعملها عشان عيالنا، ربنا يخليهم لنا يا رب. قولهم باي باي بقى. كده خلصت معايا الوصفة، واقول لكم باي باي ومع السلامة. تنسونيش في دعوة حلوة، ومع السلامة، باي باي.